أنا كنت فاكرة إن أول ما هقبل وجودها كل حاجة هتهدى، وإنها يمكن تبقى الحل مش المشكلة. لفترة كل حاجة كانت أهدى فعلا بزيادة، لحد ما بدأت أخد بالي إن الهدوء ده مش طبيعي، كأنه بيستنى. مش فاكرة امتى بالظبط ولا ايه اللي حصل، بس فاكرة حاجة واحدة بس، إن في لحظة أنا كنت فيها عادية جدا، وبعدها في حاجة اتكسرت. وأسوأ حاجة إني ما كنتش برا كل ده، أنا كنت هناك قريبة كفاية إن أكون أنا السبب. ومن بعدها ما بقيتش بخاف من اللي بيحصل، أنا بقيت بخاف من اللي ممكن أعمله وأنا فاكرة إني مسيطرة. أنا ما حاولتش أوقفها، مش عجز، اختيار. كنت فاكرة إن ده تحكم، مش لأني حاسة إني بقيت أقوى، لكن لأن كل حاجة بقت بتحصل من غير مطلوبها. القرارات ما بقتش بتيجي بعد تفكير، هي بقت تظهر جاهزة. ردود كنت بلف حواليها بقت تخرج أول ما تتفتح. مفيش تردد، مفيش مراجعة، مفيش حتى إحساس إن في حاجة محتاجة تتقال بطريقة تانية. كأن في نسخة أسرع مني بتسبقني وتسيب لي النتيجة في موقف بسيط، سؤال عالي، والرد خرج واضح زيادة، مباشر زيادة، بارد زيادة. مش غلط، بس مش محتاجني. عديته مش لأني مقتنعة، لكن لأن مفيش حاجة أقدر أمسكها بإيدي وأقول دي غلط. قلت لنفسي يمكن دي النسخة الصح، يمكن أنا كنت ببطئ نفسي. الفكرة كانت مريحة لأنها بتشيل عني مسؤولية كل مرة بتردد فيها، بس اللي مفكرتش فيه وقتها إن السرعة دي مش دايما كفاءة، أحيانا بتبقى إلغاء. لأن في لحظة معينة خدت بالي من حاجة صغيرة، إني ما بحضرش الرد وما بستقبلهوش، أنا بس بوصل بعده بنص خطوة، والفرق بين الاتنين أكبر مما يبان. ساعتها بس الفكرة ظهرت، مش واضحة بس تقيلة. لو الحاجة دي بتوصل قبلي، يبقى أنا بوصل فين؟ في الأول ما خدتش بالي، كان سهل أفسر اللي بيحصل على إنه تغيير. ناس كتير بتتغير، بس في فرق بين إنك تختار تتغير وإنك تلاحظ إنك بقيت أسرع من نفسك. الموضوع فضل ماشي كده لحد موقف أنا لحد دلوقتي مش قادرة أعديه. كنت قاعدة مع واحدة صاحبتي، وكانت بتحكي وبتحاول تشرح حاجة خاصة في حياتها مضايقاها، وأنا كنت سامعة، أو على الأقل ده اللي كنت فاكراه. في نص كلامها سكتت وبصت لي وقالت لي انتي مركزة؟ رديت بسرعة اه كملي. بصت لي تاني وبعدين سألت، أنا مديها الموضوع أكبر من حجمه؟ السؤال ده المفروض يتفكر فيه، أو على الأقل يتحس. بس اللي حصل إني قلت بكل بساطة مبالغة شوية، من غير تردد، من غير تفكير، من غير حتى ما أحاول ألطفها. الجملة كانت ناشفة زيادة عن اللزوم. هي سكتت شوية ونظرتها ليا كانت بين الاستغراب والرفض، وقالت لي بهدوء انتي عمرك ما بتردي كده، وما كملتش. غيرت الموضوع، كأنها قررت إن الكلام معايا مش آمن كفاية. وأنا ما حاولتش أصلح ولا أرجع في كلامي، مش لأني كنت مقتنعة باللي قلته، لكن لأن مفيش حاجة جوايا دفعتني أرجع. وده كان أغرب من الرد نفسه، لأن الإحساس ما جاش بعد ما أذيتها بطريقتي، جالي بعدها بشوية، كان متأخر، كأني كنت بتفرج وبعدين وصلت. بس بعد ما كل حاجة خلصت، وقتها بدأت أجمع حاجة. أنا مش بس بقيت أسرع، أنا بقيت ما بستناش لا رد فعل ولا إحساس ولا حتى نتيجة. ويمكن ده أخطر من الغلط نفسه. أنا ما اخترتش أكون كده، بس لما حصل ما حاولتش أرجع نفسي. أنا ما حاولتش أوقف اللي حصل، بس ما عدتهوش، سبته واقف قدامي من غير ما أبرره ولا أفسره. الموضوع ما كانش محتاج دليل، كان واضح، مش في الموقف، في الفرق بيني وبين اللي حصل. بعدها بكام يوم كل حاجة كانت طبيعية زيادة عن اللزوم، كأن مفيش حاجة حصلت أصلا. نفس الناس، نفس الكلام، نفس الروتين، بس أنا ما كنتش داخلة فيه. كنت براقب، مش بحذر، بنوع من الشك. ما كانش في اللي جوايا، في التوقيت، في اللحظة اللي الحاجة بتحصل فيها، في الفاصل الصغير بين التفكير والتصرف. الفاصل ده اختفى، وده ما كانش مريح، كان مقلق، لأن التفكير بقى ملوش دور. وفي مرة حد سألني سؤال عادي، بس أنا ما جاوبتش، مش عشان مش عايزة أو مش عارفة أجاوب، بس كنت مستنية أشوف هيحصل إيه. هل الرد هيطلع لوحده ولا هقدر أوقفه؟ ثواني عدت والسؤال لسه موجود، بس لأول مرة ما حصلش حاجة، ولا رد فعل، ولا إحساس، ولا حتى توتر، فراغ بس. بصيت للشخص اللي قدامي، كان مستني، بس أنا كنت مستنية أكتر.
والمرة دي مفيش حاجة سبقتني ولا حاجة وصلت قبلي ولا حتى أنا وصلت، كأن اللحظة نفسها اتلغت. وساعتها فهمت حاجة أخطر، مش إن في حاجة بتتحكم ولا إن أنا بفقد السيطرة، لكن في لحظات مفيهاش حد، ولا أنا ولا غيري. بس لو في لحظات مفيهاش حد، يبقى اللي بيحصل فيها بيتحسب على مين؟ المرة دي ما كانش فيه إحساس ولا تمهيد ولا أي حاجة تسبق. اللي حصل بدأ فجأة. كنت واقفة بعمل حاجة عادية، وفجأة افتكرت حاجة. ما كانش موقف قديم ولا حاجة حصلت قبل كده، كان حاجة لسه المفروض هتحصل. المكان كان واضح، تفاصيله أدق من اللازم، ضوء خفيف، صوت واطي، ترابيزة وقاعد قدامي حد، وأنا بتكلم بهدوء، مش بفكر، بقول كلام أنا عارفة نهايته. وقفت، لأن ده ما حصلش لسه. الإحساس ما كانش تخيل ولا توقع، كان أقرب لتسجيل اتعرض قبل وقته. حاولت أقطع التفكير، معرفتش، لأن التفاصيل كانت بتكمل لوحدها. الجملة اتقالت في دماغي بوضوح، كنت محتاجة أتأكد الأول، وسكت. المرة دي أنا خفت، مش من اللي حصل أو هيحصل، خفت من إني عارفة هيحصل إزاي. عدى وقت مش عارفة قد إيه، ولقيت نفسي في نفس المكان بنفس التفاصيل والشخص قدامي. والمشكلة إن ما كانش غريب ولا مفاجأة، كان متأخر. كل حاجة كانت ماشية بنفس الترتيب، وهو بصلي بنفس النظرة وقال اتأخرتي. لقيتني برد بنفس الجملة اللي قلتها لما شفت ده، وقلتها بنفس الطريقة ونبرة الصوت. كنت محتاجة أتأكد الأول، وهو هز راسه كأن ده الطبيعي وقال لي ودلوقتي؟ قلت له اتأكدت. اللحظة دي حصلت قبل ما أوصل لها، بس وجودي فيها مش بيغيرها. أنا مش بعيشها، أنا بكملها. أنا فاكرة اللي حصل مش عشان حصل، لكن عشان اتعاد. بعد اللي حصل محاولتش أفسره، أنا كنت محتاجة أفهم حاجة واحدة: أنا فين جوه اللي بيحصل. بعديها بيوم كنت رايحة لمامتي عادي جدا، يوم زي أي يوم، وأنا متوقعة إنها تفتح الباب وتبتسم وتقولي اتأخرتي ليه. لكن أول ما فتحت الباب بصيتلي بنظرة خلتني أقف متسمرة مكاني، نظرة فيها حزن هادي، كأنها مستنياني بس مش فرحانة إني جيت. قالت لي بصوت واطي جاية ليه؟ استغربت من طريقتها وضحكت بخفة وقلت لها يعني ايه جاية ليه؟ وفكرتها بتهزر معايا، بس هي ما ضحكتش. لقيتها بتقولي هو مش انا بقيت عبء عليكي؟ الجملة دي خبطت في قلبي فجأة، وقلت لها بسرعة ايه اللي بتقوليه ده؟ سكتت لحظة كأنها بتحاول تمسك نفسها، وبعدين قالت لي انا كنت بكلمك امبارح. انا حرفيا ما افتكرتش اي حاجة. فضلت ابصلها مستنية تكمل، فقالت لي كنت محتاجالك وكنت بتكلم معاكي. وبعدين صوتها هادي اكتر وكان مكسور وهي بتكمل وبتقول وقلتيلي انك مش فاضية وانك تعبانة من كتر ما انا محتاجالك. الجملة دي نزلت عليا زي الصاعقة، كنت واقفة مصدومة. انا ما قلتش كده. وبعدين قالت لي وقفلتي في وشي. حسيت الارض ما بقتش ثابتة تحت رجلي. انا مش فاكرة المكالمة دي اصلا، بس هي بتقول التفاصيل كأنها حصلت من دقايق. حاولت اقول اي حاجة دافع بيها عن نفسي او حتى اعتذر، بس ما طلعش مني ولا كلمة، لاني مستحيل اقول الكلام ده لمامتي. عمرها ما كانت عبء عليا، ولا يوم حسيت انها تقيلة، بس في نفس الوقت واضح ان ده حصل. هي كانت واقفة قدامي مستنية مني أي رد يطمنها أو حتى يخفف عنها، وأنا ما كانش عندي حاجة أقولها، لا تفسير ولا إحساس ولا حتى اعتذار. هي قعدت بهدوء وبصت بعيد وقالت لي أنا عمري ما حسيت إني تقيلة عليكي غير المرة دي. الجملة دي كسرتني أكتر من أي حاجة. وقفت مش عارفة أقرب لها ولا ألمسها ولا حتى أقول أنا آسفة، لأن الإحساس الوحيد اللي كان جوايا ساعتها إني مستحيل أعمل كده. وفي نفس الوقت الحاجة الوحيدة اللي عمري ما كنت هسمح إنها تتكسر اتكسرت فعلا. مشيت من عندها وأنا مش شايفة الطريق قدامي. الجملة اللي قالتها كانت بتتكرر في دماغي بنفس الصوت، وكل مرة كنت بسمعها كان في حاجة جوايا بتنهار أكتر. أنا السبب في وجعها من غير حتى ما افتكر. وقفت شوية في الشارع، حاولت أهدى، أقنع نفسي إن أتصل بيها أشرح لها. بس أول ما مسكت الموبايل وقفت، لأني مش متأكدة أنا هقول إيه، ولا متأكدة مين اللي هيتكلم. في الوقت ده حسيت بحاجة أنا كنت بهرب منها. المشكلة مش في اللي حصل، المشكلة إني مش عارفة أنا كنت فين وأنا بعمله. الإحساس ده لوحده كان كفاية يخليني أخاف، بس اللي كان عمال بيدور في دماغي أكتر إني مش ضامنة المرة الجاية. مشهد مامتي رجع قدامي تاني، نفس النظرة، نفس الجملة. وقتها عرفت إن الموضوع مش هيفضل عند حدود أنا، هو بيطلع برا.
وبيوصل لناس أنا مستحيل أذيهم. أنا مفكرتش كتير، لأني لو فضلت واقفة أكتر من كده ممكن تعمل حاجة تانية وأنا مش واعية، وأنا مش مستعدة أستنى واكتشفها بعد ما تحصل. في اسم واحد بس جه في دماغي في اللحظة دي، نفس الشخص اللي قبل كده كان بيتكلم بهدوء كأنه عارف أنا فيا إيه، وأنا وقتها مخدتش كلامه بجد. هو الدكتور رامي. خلاص مبقاش ينفع إن أطنش. اتحركت على نفس العنوان، رفعت ايدي وخبطت على الباب، وانا اول مرة اكون متأكدة اني مش جاية افهم، انا جاية اوقف ده قبل ما اخسر كل حاجة. دخلت وقعدت وقلت كل اللي حصل مع مامتي من غير لف، كل كلمة، وهو فضل يسمع للآخر. وبعدين قال لي بهدوء ان اللي حصل ده مش جديد، انا شفته قبل كده بنفس الشكل تقريبا، ناس مختلفة، نفس النتيجة. قال ان كل مرة الموضوع بيبدأ بسيط جدا، حاجة تتعدى، وبعديها بشوية في حد بيتأذي، ومع الوقت المسافة بتقرب، وكل مرة اللي بيتأذي بيكون أقرب من اللي قبله. قال إنه حاول يربط اللي بيحصل بأي تفسير يعرفه، منفعش، لا مرض يفسره ولا حالة تتقاس عليه، لأن الحاجة الوحيدة الثابتة هي النهاية. قال إن المشكلة مش في اللي بيحصل، المشكلة إن مفيش حاجة بتوقفه، كل مرة بيمشي لنفس النهاية كأنه عارف طريقه من غير ما حد يوجهه. وإن أسوأ حاجة مش إني مش فاكرة، أسوأ حاجة إن ده مش فارق في النتيجة. قال إن حاول كتير يوقف ده، ما قدرش. حاول يفهم الحالة، التفكير، التصرفات، حاول يتدخل، ما فرقش. وإن اللي حصل مع مامتي معناه إن الموضوع خرج عن السيطرة ومش هيوقف عند كده. قال بصراحة إن ما عندوش طريقة يوقفه، لأن كل مرة كان فاكرها إنها الأخيرة وطلعت بداية للي بعده. قال إن اللي قدامي مش اختيار بين الصح وغلط، اللي قدامي وقته وبيخلص، والسؤال دلوقتي مش هيحصل تاني ولا لأ، السؤال هيحصل إمتى ومع مين. الحاجة الوحيدة الواضحة إن كل مرة بتوصلي لنفس النهاية، بس المرة اللي بعدها بتكون أقسى. وإن لو في حاجة ممكن تتغير هي مش اللي بيحصل، اللي هيتأذي، وإنه مش هيقدر يمنع ده. لو النهاية ثابتة يبقى الدور جاي على مين؟ خرجت من عنده وأنا مفيش في دماغي غير حاجة واحدة، إنه مش هيساعدني. الفكرة نفسها كانت تقيلة، دكتور بنفسه يقول كده؟ يعني إيه مفيش تفسير؟ يعني إيه مفيش حاجة تتفهم؟ حاولت أقنع نفسي إن أكيد في حاجة أنا مش واخدة بالي منها، حاجة علمية، حاجة ليها سبب واضح، بس كل ما بفكر برجع لنفس النقطة، مفيش حاجة بتتركب. رجعت البيت وقعدت قدام الموبايل من غير هدف واضح، بس بإحساس واحد، إني محتاجة أفهم بأي طريقة. فتحت السيرش وبدأت أكتب حاجة، لقيت الاقتراحات ظهرت لوحدها، نفس الكلمات تقريبا، نفس الاتجاه. دخلت على الهيستوري، نفس النوع من البحث متكرر بنفس التفاصيل، نفس الأسئلة تقريبا، كأن حد بيدور على نفس الحاجة أكتر من مرة. قعدت شوية بص للشاشة مش مستوعبة أنا إمتى دورت في الحاجات دي. أنا أصلا عمري ما اقتنعت بالكلام ده، بس اللي قدامي كان واضح، مش مجرد مرة، أكتر. بدأت أفتح اللي كنت بدخل عليه، مقالات، فيديوهات، حاجات ما تفسرش نفسها، بس كلها كانت بتلف حوالين نفس الفكرة، إن في حاجة بتحصل ومش بتتفسر بالطريقة العادية. كل حاجة كنت بقراها ما كانتش مريحة، بس كانت قريبة بشكل غريب، لحد ما وقفت عند اسم مش أول مرة أشوفه، بس أول مرة أخد بالي إني كنت برجع له كتير. شخص بيتكلم بهدوء زيادة عن اللزوم، ما بيشرحش كتير وما بيديش إجابات واضحة، بس الناس بتسمعه. قفلت وبصيت قدامي شوية، أنا مش بصدق ده، بس في نفس الوقت أنا مبقتش بصدق أي حاجة تانية. الفكرة نفسها كانت غريبة عليا، إن أفكر أروح لحد زي ده، بس وأنا قاعدة فكرت في حاجة واحدة، هخسر إيه أكتر من كده؟ لو هو زي الباقي مش هيفرق، ولو لأ يمكن يكون الوحيد اللي فاهم حاجة. أنا مش مؤمنة باللي هو بيقوله، بس أنا وصلت لمرحلة إني أجري على أي أمل حتى لو كان ضعيف جدا. جبت عنوانه ورحت وخبطت، فتح الباب بس ما بصليش بشكل مباشر، عينه كانت معدية من جنبي، ثابتة في نقطة ورايا. وقف قدامي ثواني من غير ما يتكلم، وبعدين حرك ايده إشارة صغيرة بالدخول، ولف ودخل وساب الباب مفتوح. دخلت وراه، هو قعد من غير ما يبصلي، فأنا بدأت أتكلم وقلت له أنا جاي عشان أفهم أنا إيه اللي بيحصل معايا. رد عليا بهدوء وقال لي انتي متأكدة انك لوحدك وانتي بتقولي كده؟ قلت له مش فاهمة. قال لي طبيعي، وسكت شوية، وبعدين قال في حاجات بتبقى قريبة قوي لدرجة انك ما بتاخديش بالك منها. قلت له يعني ايه؟ مردش على السؤال، كمل وقال وكل ما تتساب بتقرب اكتر. قلت له ايه اللي يتساب؟ بصلي لحظة وقال لي انتي عارفة. طريقته ضايقتني، قلت له انا مش جاية اتفلسف، انا عايزة حل. قال لي لو كان ليها حل سهل ما كنتيش جيتي هنا، انتي لسه شايفة نفسك وده كويس. قلت له يعني انا ممكن ما بقاش شايفة نفسي؟
مردش برضه. رجع بص بعيد نفس البصة الأولى وقال لي خلي بالك انتي واقفة فين، وسكت. ما قالش حاجة تاني. أنا ما اقتنعتش بكلامه، بس أول مرة ما بقيتش واثقة إني كنت لوحدي. أنا ما بطلتش أدور عشان لقيت إجابة، بطلت عشان كل إجابة كانت بتتوهني أكتر. دكتور قال مش فاهم، والتاني سابني بنص كلمة، وإن كل مرة برجع لنفس النقطة أكون أهدى من بره وأسوأ من جوه. فقررت أوقف السؤال، مش أفهمها، أستحملها. قفلت تليفوني، اختفيت بإيدي فترة كفاية إن صوتي أنا يبقى غريب عليا، لا مكالمات ولا رسايل. وقفلت الشقة عليا، مش عشان كنت خايفة من اللي بره، عشان اللي جوه ما يطلعش بره وأنا مش واخدة بالي. في الأول كنت بهرب، كان بيرجع أتقل وأقرب، كأنه بيتغذى على توتري خوفي. فبطلت أهرب، قعدت أستناه. في الأول كنت بخسر، إيدي تسبقني، كلامي يطلع وأنا سامعاه كأني حد تاني. حاجات ألاقي متغير مكانها أو مش موجودة، وحاجات ألاقيها موجودة. بس كل مرة كنت بحاول أكون أهدى، أقلل خوفي، رد فعلي، أسيطر على أعصابي. أنا واحدة واحدة بدأت أتحكم أكتر. فعملت قواعد، مش عشان أكسبه، عشان ما ادهوش اللي بيقويه. لو أنا برا وسط ناس أهدي نفسي غصب عني، وأكون مركزة كويس في ده. لو أنا لوحدي أسيبه وأراقب. كل مرة بهدى بيهدى، كل مرة أخاف أو أتوتر يقرب. في مرة الإحساس فضل معايا أطول، بس ما خفتش، عدى ورجعت. وقتها بس فهمت حاجة واحدة، أنا مش محتاجة أعرف هو إيه قد ما أنا محتاجة أركز أنا بعمل إيه. بس الغريب إن في أوقات الهدوء بيجي قبل ما أحاول أهدى. والمرة دي ما كنتش أنا اللي سبقته. أنا معرفتش هو إيه، بس بقيت عارفة أعيش معاه من غير ما أختفي. بس مش متأكدة أنا اللي بحط القواعد ولا أنا بمشي عليها.